زي ما انت شفت كده خصم نقاط من نادي الزمالك والدوري ضاع يا حبيبي ضاع. تعال نشوف ايه الموضوع بسرعة. لو اول مرة تشوفني اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا. لا، ارزع اللايك المتين ويلا بينا على فيديو النهاردة. كنا قاعدين امبارح لا بينا ولا علينا، فجأة لقينا ان الاتحاد الدولي منزل ايقاف قيد لنادي الزمالك. فقلت اما ادخل كده اشوف الموضوع واشوف ايقاف القيد ده بسبب ايه، واشوف ده ايقاف القيد رقم كام. فانا في عقل بالي وانا داخل اشوف ده ايقاف قيد رقم كام، فكان في دماغي ان ده رقم 7، رقم 8، رقم 10، يا عم 11 من عندي. لقيته ايقاف قيد رقم 17. 17 قضية ايقاف قيد للزمالك عند الاتحاد الدولي. اللهم صل على النبي. بجد بجد قمة الفخر. قمة الفخر. عايزين يضربوا رقم قياسي. الزمالك عايز يضرب رقم قياسي علشان مفيش اي فرقة توصل له بعد كده في اي مكان في العالم. اي فرقة مفيش حد هيعرف يحطم الرقم القياسي ده، وفي اي وقت بقى لو بعد 50 سنة 100 سنة مفيش حد هيعرف ايه. متميزون يا جدعان. الزمالك متميز دايما دايما. الزمالك متميز. فلقينا المشكلة ان ردود فعل الزمالك، يعني ردود فعل الزمالك يضحك. كل ردة فعل الزملكاوية امبارح كنت قاعد بتفرج كده وبفر في التليفون عشان اشوف ردود افعال الزملكاوية، لقيت الزملكاوية فرحانين. الزملكاوية فرحانين ومتفائلين ان هم هيكسبوا الكونفدرالية بسبب ايقاف القيد رقم 17، اللي فيه بعض الناس من جمهور الزمالك طلع وقال اشمعنى في الوقت ده ايقاف القيد. ما هو الاتحاد الدولي مش هيجي يا حبيبي يقول اشمعنى في الوقت ده نزله، اصل هو عنده نهائي كمان يومين فانا ما ينفعش انزله. الاتحاد الدولي عنده قوانين وعنده كورة. هو ماشي على القوانين صح، مش زينا. هو للأسف مش زي الاتحاد المصري عندنا. انت كنت تتمنى ان الاتحاد الدولي يبقى زي الاتحاد المصري. ما هو الاتحاد المصري، ما هو ده موضوع بقى النهاردة، ده الموضوع اللي هنتكلم فيه. هتقولي طب ازاي خصم نقط من نادي الزمالك؟ اقول لك تعالى مع بعض نفتكر حاجة حصلت من كام سنة. الاسماعيلي لما توقف له ايقاف قيد في قضية واحدة 3 فترات، قضية واحدة. الزمالك عنده 17، الاسماعيلي كان عنده قضية واحدة في الوقت ده. قضية ايقاف قيد الاسماعيلي خد فيها مهلة ان هو لازم يسدد الفلوس حوالي 30 او 40 يوم، ولو ما سددش هيتم خصم نقاط من نادي الاسماعيلي في الدوري. وبالفعل ما سددش الفلوس وتم خصم 6 نقاط من الاسماعيلي في الدوري. الزمالك عنده 17 قضية ايقاف قيد. لماذا لم يتم خصم نقاط من الزمالك حتى الآن؟ ده بقى السؤال اللي لازم يجاوب عليه اتحاد الكورة، وسؤال مهم جدا جدا جدا. اتحاد الكورة لازم يقول لنا، يفتح الادراج اللي عنده، هل في جوابات موجودة في الادراج ولا لا؟ ما احنا اتعودنا بقى، ما نبص، ما عادش عندنا ثقة في الاتحاد المصري. فساد الاتحاد المصري وصلنا اللي احنا ما عادش عندنا ثقة في الاتحاد. واسأل عمرو الجنايني. اسأل عمرو الجنايني قبل كده لما خبى جواب ايقاف قيد للزمالك، ولما خبى جواب النادي الاهلي بتاع نهائي دوري ابطال افريقيا اللي الاهلي خسروا في المغرب ظلم بسبب الاتحاد المصري. الاتحاد المصري اللي هو اصلا موكل للدفاع عن الفرق المصرية في افريقيا وفي البطولات الافريقية، فهو كان ضد النادي الاهلي في الموقف ده وخبى الجواب بتاع الاتحاد الافريقي. عمرو الجنايني. موضوع تاني وهو تصريح الكابتن التاريخي لنادي الزمالك، تصريح خالد الغندور. خالد الغندور قال تصريح قد كده يثبت لك ان العقلية قد كده، يثبت لك ان كل حاجة هناك زيرو عقل، زيرو منطق، زيرو اي حاجة خالص. خالد الغندور طالع يقول لك الكونفدرالية الافريقية اللي بيكسبها بياخد ما يقارب من 200 مليون جنيه. جايزة الكونفدرالية الافريقية البطل بتاعها بياخد ما يقارب من 200 مليون جنيه. حلو الكلام؟ حلو يا عم خالد. طب واللي بياخد الدوري المصري الجايزة بتاعته 5 مليون جنيه. حلو الكلام؟ حلو يا عم خالد. يبقى انا كده لما اكسب الكونفدرالية يوم السبت اللي جاي
هاخد 200 مليون جنيه، يبقى انا خدت ما يقارب 40 دوري. انت بتقول ايه؟ انت بتقول ايه؟ ازاي 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 طيب يعني ما يعني 200 مليون، اخد ال 200 مليون وهنا 5 مليون، خمسة في 200 ونقسمها على 4، الاهلي معاه 43 دوري والاهلي واخد كونفدرالية واحدة، لا يبقى الاهلي واخد 3 دوري زيادة. الاهلي واخد 3 دوري زيادة، افتح لي تحقيق. معلش يا عم خالد، الحق حق، احنا الاهلي وانتوا الزمالك، بس حقكم، حقكم. الاهلي واخد كونفدراليه واحده يابا ب 200 مليون، واخد 40 دوري. الاهلي معاه كام دوري؟ الاهلي معاه 45، لا يبقى كده 5 زياده. لا 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 يا خلود، لا كده انتوا ليكوا 5 دوري في ذمتنا. يجي بقى الاخبار النادي الاهلي. النادي الاهلي يؤكد جاهزيه محمود حسن تريزيجيه كابتن النادي الاهلي لمباراه المصري بعد تعرضه لاصابه في مباراه انبي بجرح قطعي في الركبه، لكنه جاهز لمباراه المصري ان شاء الله، المباراه المهمه جدا جدا جدا. ولسه الدوري موجود على الورق لسه، وطالما في امل يبقى النادي الاهلي متمسك بالامل لاخر لحظه. كابتن سيد عبد الحفيظ عقد جلسه مصغره مع امام عاشور، كان بيتكلم معاه بيفهمه ازاي الامور هتمشي الفتره اللي جايه، لكن اللي طلب الجلسه دي الحقيقه هو امام عاشور. طلب يقعد مع كابتن سيد وقال له ان كابتن محمد يوسف لما كان موجود مدي وعد للاعب ان هو يخليه اعلى عقد في النادي موجود ما بين اللاعبين. رد كابتن سيد وقال له العقود كلها هتتغير، هيبقى عقد كل لاعب مقسوم نصين، النص الاولاني مرتبط هتاخد اقساط شهريه واعلانات والشغل اللي بيحصل في شركات الاهلي اللي هي ايه بتاعت الاعلانات للعيبه علشان يدي الفلوس للعيبه. النص التاني وهو ارتباط اللاعب بالبطولات، لازم تجيب بطولات والصعود للبطولات العالميه زي كاس العالم. كان رد امام ان هو موافق جدا جدا جدا، لانه هو واثق من نفسه ان هو هيقدر يقدم للاهلي. ورد كابتن سيد عبد الحفيظ كمان وقال له ان شاء الله لما تيجي من كاس العالم لو في عرض كبير ليك من اوروبا او من الخليج وانت عايز تمشي، احنا مش هنقف في طريقك، احنا هنبقى موافقين ساعتها، لكن مع عرض يليق بالنادي الاهلي. النادي الاهلي بينوي تأمين مركز حراسة المرمى تحسبا لرحيل الحارس محمد الشناوي. النادي الاهلي بيفكر من دلوقتي في التعاقد مع محمد علاء حارس مرمى فريق الجونة، حارس كويس جدا، حارس ممتاز، عامل ارقام كويسة مع فريق الجونة. وكمان في كلام ان هو ممكن احتمال بنسبة كبيرة جدا 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 يكون موجود مع منتخب مصر كحارس رابع بعد الشناوي وشوبير والمهدي سليمان في كأس العالم ان شاء الله. يعني الحارس ده حارس واعد جدا وحارس ممتاز، ان شاء الله ممكن النادي الاهلي بنسبة كبيرة جدا جدا داخل في صفقة الحارس ده تحسبا لرحيل كابتن محمد الشناوي. في مفاجأة كبيرة جدا، يوريتيتش بيأكد لكل اللي حواليه والمقربين منه ان هو مستعد لتدريب النادي الاهلي ومستعد ان هو يقلل راتبه مع النادي الاهلي حتى لو هياخد 100,000 دولار شهريا بس. يوريتيتش شايف ان هو بخامة اللعيبة اللي في النادي الاهلي وبالجو الهادي في النادي الاهلي ان هو يقدر يحقق بطولات وتاريخ وانجازات مع النادي الاهلي. تفتكر هل إدارة النادي الأهلي ممكن تفكر في يوروتيتش ولا لأ؟ بالفعل إدارة النادي الأهلي فكرت في يوروتيتش قبل كده وطرحوا الفكرة إن هو يكون مدرب للنادي الأهلي ويبدأوا التفاوض معاه، لكن الفكرة ما خدتش وقت طويل لأن إدارة النادي الأهلي جميع أعضاء إدارة النادي الأهلي ما كانوش متحمسين للفكرة أوي وشايفين إن هو مش المناسب لإدارة النادي الأهلي ولإدارة فرقة النادي الأهلي. اكتب لنا رأيك في التعليقات، هل هو يصلح لإدارة النادي الأهلي ولا لأ؟ ولو وصلت لحد هنا اكتب لنا رأيك، هل الزمالك يحق لاتحاد الكورة أو يحق للاتحاد الدولي إن هو يخصم نقاط من نادي الزمالك ولا لأ؟ هل الزمالك ممكن يتخصم منه نقط آخر الموسم ولا لأ؟ ممكن وارد ان الزمالك يكسب الدوري يبص يلاقي نفسه مخصوم منه نقط. هل اتحاد الكرة مخبي حاجة على نادي الزمالك ولا لا؟ ولو وصلت لحد هنا شكرا لوجودك، مشرفني ومنورني. سلام.